الأخبار حبايبي تالتة ثانوي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلتكم المفضلة تيكي تاكا. لا ما تقلقش، أنا اعتبرتها سلسلتكم المفضلة دي قهرا كده إجبارا، مش أنت مش مخير أصلا. ليه؟ لأنك غصب عنك هتحبها، وغصب عنك دلوقتي تنزل تعملي سبسكرايب في الشانل عشان يعني كده أهو، عشان حبايب. ولو ما عملتليش سبسكرايب هعيط قدامك دلوقتي وأقعد أتحايلك تنزل تعمل سبسكرايب، فما تبقاش عيل رزل وما تدعمناش بلايك حتى ولا شير ولا سبسكرايب، والله يرضى عنك يعني. تعالوا نبدأ الحلقة النهاردة، والحلقة النهاردة خفيفة ولطيفة كده، وهناخد كام كلمة معانا حلوين. أول كلمة معانا هي كلمة كورت. كلمة كورت ليها أكتر من معنى وبتيجي بأكتر من معنى. النهاردة هناخد 3 معاني ليها. كورت بمعنى ملعب، ودي بعض الرياضات كده زي التنس مثلا، وكلمة محكمة وبلاط ملكي. انت بتتكلم بجد؟ ايوه يا معلم، كورت هي ثلاثيات: كورت، ملعب، ومحكمة وبلاط ملكي. يعني لو قلت لك انا عايز العب تنس، هتلعب فين؟ هلعب في الكورت. طب انا عندي قضيه عايز ارفعها، هروح فين؟ هروح المحكمه، الكورت برضه. طب زمان خالص، دلوقتي مفيش بلاط ملكي اصلا فهي الكلمه اندثرت يعني. زمان خالص رايح انا المملكه ورايح اقابل الملك، رايح فين؟ رايح البلاط الملكي اللي هو الكورت. شفت الدنيا لطيفه ازاي والكورت حلو ازاي؟ نسيبنا بقى من الكورت ونخش على كلمه اتند. اتند هنا ليها 4 معاني، واخد بالك احنا كل مره بنزيد يعني، كانت كورت 3 احنا اتند 4، فاحنا مش عارفين رايحين لفين بعد كده هنبقى مميكنين باذن الله. اتند ومعاني اتند، اول واحد فيهم هو يحضر مناسبة او اجتماع، وتاني معنى هو بيداوم على الذهاب او الحضور لمكان معين. يعني انت مثلا حلت عليك التقوى وبقيت تروح الكنيسة او المسجد كل فترة وبتداوم على الذهاب ليهم، ربنا يقوي ايمانك يعني، فانت كده بتبقى اتند على الحاجة دي. ممكن كمان تيجي بمعنى ينتبه او بيعطي اهتمام لحاجة، زي مثلا لما بقولك attention please ويقعد يخبط على الكاس بتاعه، او يعتني بشخص وخصوصا فترة المرض بتاعته. يعني مثلا هقول لك I will attend the meeting، أنا هحضر الميتنج. أو لو قلت لك مثلا which school do your children attend، هنا أنا قصدي على حتة الدوام للذهاب للمدرسة مثلا، ما هي دوام للذهاب لحتة معينة، فأنا بقول لك أنهي مدرسة عيالك هتوديهم، أو أنهي مدرسة هتودي فيها عيالك، أو هيداوموا فيها عيالك إن هم يروحوا. ولو قلت لك مثلا the staff will attend to your goals، ستاف اللي هو الاستاف بتاعك او الفريق العمل بتاعك، ستاف دي خدناها الفيديو اللي فات، لو انت مش متابع الفيديوهات اصلا او السلسله، او انت راجل مرقوعه وبروطه ما بتسمعش، يا ريت تسمع الفيديو اللي فات، هو صغير خالص 3 دقايق، اسمعه وتعالى يا حبيبي. فقلنا الستاف بتاعك will attend to your goals، هيهتم او يعطي انتباه للاهداف بتاعتك انت مثلا كشركه او غيره. واخر واحده اللي هي يعتني بشخص، لو قلت لك my grandmother مثلا is 70 years old and needs to be attended by us، يعني جدتي عندها 70 سنة وهي محتاجة ان هي تتم مراعاتها او ترعى بواسطتنا احنا او عن طريقنا يعني. كفايه كلام في اتند لحد دلوقتي، ونخش على كلمه تانية او نخش على جزء تاني. المره دي بقى هناخد كلمه بالعربي اللي هي هديه او جايزه، وناخد ليها معاني بالانجلش. عندنا present، prize، reward، award. present يعني هديه، احنا بنتهادى وبنهدي بعض، وانت عيد ميلادك وانا عيد ميلادي والدنيا زي الفل. انما برايز بقى دي جايزه، يعني انت مثلا في مسابقه وكسبت فانت خدت برايز. انما ريورد بقى ايه يا عم الحاج؟ ريورد يعني مكافاه، يعني مثلا انت عامل عملت حاجه حلوه فادولك مكافاه، انت موظف ادوك مكافاه، انت طالب عملت هارد ورك كتير مثلا مش عارف ايه فادوك مكافاه. انما اوورد بقى الكبيره قوي دي عامله زي جائزه نوبل، دي جائزه رسميه او وسام رسمي، حاجه كده مثلا زي جائزه الدوله التقديريه مثلا، حاجه زي بطوله العالم للوزن التقيل في المصارعه الحره، لقب الدبليو دبليو اي كده يعني. اظن انت بعد الكلمتين اللي انا قلتهم دول لو اتلخبطت منهم همسكك مش عارف اعمل فيك ايه يعني. خلاص ما عنديش حاجه اقولها لك. نسيبنا بقى من الهدايا والحاجات الحلوه دي يعني، ونخش على حاجه تانية. قبل ما اتكلم في الكلمتين اللي عايز اقولهم دلوقتي، احكي لك قصه سريعه جدا. في احد الايام هبت في دماغك انت وصاحبك علي نصة تمشوا في الشارع سوا وتتمشوا وتحكوا في ولا حاجه، وفي اثناء هذه التمشيه اللطيفه قابلتوا شخص كنتوا تعرفوه وانت مش واخد بالك، فسلم عليك ابو علي نص واتك احضن وبص والدنيا زي العسل وحبيب قلبي، ونزلتوا احضان في بعض وبوس، وانت زي الاطرش في الزفه مش عارف ايه اللي بيحصل ده، مش عارف مين ده اصلا، ده بالنسبه لك كائن فضائي حل عليك من فوق، بتسلم وعمال تغمز لابو علي نصه ومفيش. علي نصه ده هو نصه فعلا، هو مش فاهم حاجه، وانت تغمز له هو في البلاله. المهم عمو الاليان ده خلص البوس والاحضان بتاعته ومشي، وانت رحت لاطش علي نص لطشه قلم من اللي هو يعني على ابوه، وقلت له ياض حرام عليك، مش كنت فهمت اللي انا عمال اعمله لك؟ انا عمال اغمز لك من الصبح. فقال لك ليه بس كده؟ هو انت ما تعرفش الراجل اللي مشي ده ابو حنان يا راجل.
فانت مستغرب مين ابو حنان ده؟ انا كل معارفي اندر ايدج اصلا. يقول لك هذا ابو حنان اللي كان قاعد جنبنا في الديسك في المدرسه. الله ما تخليك روح كده، ده لسه متجوز الشهر اللي فات ويعني ربنا رزقه بحنان. طب بغض النظر عن الايرور اللي حصل لك من القصه ومن الاحداث بتاعت القصه، بس انا جاي اشرح لك كلمتين مهمين من القصه دي. يتعرف على ويدرك او يفهم حاجه. يتعرف على اللي هي ريكوجنايز، انت بتتعرف على شخص مجرد رؤيته او سماع حاجه معينه فانت بتعرفه. وفيها كده نقطه خبيثه قوي ان ريكوجنايز ساعات بتيجي ان انت بتقبل اهميه الشيء او بتعرف اهميه الشيء. خلي بالك دي تحت ده بين السطور دي. ويدرك او يعرف او يفهم حاجه اسمها ريلايز. ودول الكلمتين المهمين اللي كنت عايزك تعرفهم. تعالى بقى نختم بثلاث كلمات حلوين قوي، وهي ستيريوتايب وايمج وريبوتيشن. ستيريوتايب دي صوره نمطيه، وايمج صوره برضو، هما الاثنين صور. ولكن الستيريوتايب عارف زي السمعه كده او صوره نمطيه، انت واخد صوره او انطباع عن شخص، انت واخد انطباع عن شخص ان هو تلح وكلح وكل حاجه وحشه في الدنيا، بس هو مثلا الاعتقاد ده بيبقى خطا. الستيريوتايب غالبا بيبقى غير صحيح، فانت شايفه كلح وهو راجل زي العسل وسكره بس انت اللي معقد عادي. انما الايمج دي صوره عاديه، ممكن تكون راي عن شخص او صوره وممكن تكون صوره دي حقيقيه عادي جدا. صوره يا جدعان، صوره يا اما صوره ملموسه يا اما صوره شخص في عينيك يعني عادي. الريبيوتيشن بقى هي السمعه. يعني انت اخر واحد تتكلم عن السمعه. بتوع ثالث ثانوي دول سمعتهم مسمعه في العالم كله، فيعني مش عايز نكتر اكتر من كده. ولكن هي سمعه مثلا شركه، شخص انت شايف سمعة حاجة معينة مثلا براند فلاني وكذا، بس فدي اسمها ريبيوتيشن. وبس يا صديقي احنا كده خلصنا النهارده. شايف الموضوع لذيذ والدنيا حلوة وبتاع، فالله يرضى عنك اسمع الفيديو تاني، دون الكلام اللي انت مش عارفه، اكتب نوتس للحاجات اللي انت مش عارفها وحياة ابوك يا شيخ، عشان خلاص احنا بنقرب على الامتحانات فهتلبس، فانا مش عايزك تلبس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. ادعمنا الله يرضى عنك بقى، الواحد تعب، انا قعدت هاتف كل الفيديوهات بسبب ادعمنا دي فتعبت. فارجوك ادعمنا وشير للفيديو عشان الكل يستفيد يعني. ولو ما شيرتش هاجي اجيبك من افكت شير غصب عنك، ما عنديش يا مرحمين يعني. اشوفكم في حلقه جايه من التيكي تاكا، بحبكم.